هالو لويتي، أهلا وسهلا بكم معايا في قناتي تعلم ألماني بالعربي. هنكمل مع بعض سلسلة 300 كلمة وجملة من مستوى A1 اللي لو اتعلمتهم وتمكنت منهم كويس جدا هتقدر تنتقل للمستوى التاني A2 بكل سهولة. يلا بينا نبدأ الدرس بتاعنا. وزي ما تعودنا دايما تختبر نفسك من خلال الفيديو. هعرض الجملة قدامك بالعربي وهسيب لك وقت تفكر فيه وبعدين هعرضها بالألماني. أول جملة معانا: كم يكلف هذا؟ هسيب لك وقت تفكر فيه. نشوف مع بعض. Wie viel kostet das? Wie viel kostet das? Wie viel kostet das؟ كم يكلف هذا؟ أو كم سعره؟ يسار. يسار يعني links. 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 يمين. يمين يعني rechts. 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 إلى الأمام مباشرة. geradeaus. geradeaus. geradeaus مباشرة. توقف. توقف يعني stopp. 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 مساعدة. مساعدة يعني Hilfe. 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 لقد ضللت أو أنا ضائع. Ich bin verloren. Ich bin verloren. Ich bin verloren. أنا ضائع. ما هذا؟ Was ist das? Was ist das? Was ist das؟ ما هذا؟ من أين أنت؟ Woher kommst du? Woher kommst du? Woher kommst du؟ من أين أنت؟ وزي ما اتفقنا من الدرس اللي فات إني لو شفت في السؤال دو يبقى الصيغة دي غير رسمية وبتبقى للمفرد دايما. طب الصيغة الرسمية وللجمع بيبقى شكلها عامل ازاي؟ هنشوف مع بعض دلوقتي. من أين أنتم؟ أو من أين حضرتك؟ Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Woher kommen Sie بمعنى من أين حضرتك أو من أين أنتم أو من أين حضراتكم. طالما شفت زي في السؤال هتبقى الصيغة رسمية وينفع للمفرد وللجمع بس بصيغة رسمية، يعني من أين أنتم، من أين حضرتك أو من أين حضراتكم. أنا من ألمانيا. Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Deutschland. أنا من ألمانيا. طبعا البلد ممكن تتغير كل واحد على حسب بلده، يعني ممكن أقول Ich komme aus Ägypten، يعني أنا من مصر. يبقى الصيغة الأولى هتفضل ثابتة Ich komme aus، وهنغير اسم البلد كل واحد على حسب بلده. كم عمرك؟ Wie alt bist du?
Wie alt bist du? Wie alt bist du؟ كم عمرك؟ ودي للمفرد. هنشوف الصيغة الرسمية. كم عمركم أو كم عمر حضرتك أو حضراتكم. Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie؟ وزي ما اتفقنا لو شفنا زي في السؤال هيبقى السؤال بمعنى حضراتكم أو حضرتك، ودي صيغة رسمية. أنا عمري Ich bin Jahre alt. Ich bin Jahre alt. Ich bin Jahre alt. طبعا بعد ich bin أنا هقول سني، يعني مثلا ممكن أقول Ich bin 30 Jahre alt. أنا عمري 30 سنة. يعني بعد ich bin هتقول سنك وبعدين هتقول Jahre alt. إلى اللقاء قريبا. Bis bald. Bis bald. Bis bald. أين تعيش؟ Wo wohnst du? Wo wohnst du? Wo wohnst du؟ أين تعيش؟ أين تعيش حضرتك؟ ودي معاملة رسمية، والمعاملة الرسمية دايما بيبقى في السؤال زي. Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie؟ أين تعيش حضرتك؟ أنا أعيش في Ich wohne in. Ich wohne in. Ich wohne in. طبعا بعد Ich wohne in أنا بقول اسم المدينة أو القرية اللي أنا قاعد فيها. يعني ممكن أقول Ich wohne in Kairo. أنا قاعد في القاهرة. على حسب القرية أو المدينة اللي أنا عايش فيها بقولها بعد Ich wohne in. كم الساعة؟ Wie spät ist es? Wie spät ist es? Wie spät ist es؟ كم الساعة؟ إنها الساعة. Es ist وبعدين بحط الساعة وبقول Uhr. Es ist Uhr. يعني ممكن أقول Es ist 9 Uhr. Es ist 9 Uhr. أنها الساعة 9. ماذا تفعل؟ Was machst du? Was machst du? Was machst du؟ ماذا تفعل؟ ودي للمفرد. ماذا تفعل حضرتك أو ماذا تفعلون حضراتكم؟ Was machen Sie? Was machen Sie؟ Was machen Sie؟ ودي بصيغة رسمية. كده اتعلمنا حاجتين، ان السؤال ليه صيغتين، صيغة رسمية وصيغة غير رسمية. الصيغة الرسمية دايما بيبقى فيها زي جغوص، والصيغة الغير رسمية بيبقى دايما في سؤال فيه دو. أنا أتعلم الألمانية. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. أنا أتعلم الألمانية. آخر جملة معانا وعايزاكم انتم تجاوب عليه. أنا هنا في أجازة. هستنى إجاباتكم في التعليقات.
طيب وبكده يكون خلص الدرس بتاعنا النهاردة. أتمنى يكون الدرس عجبكم. تشوس.